إذاعة إرنا. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا الدولية يأتيكم بثها من باريس على القمر الصناعي تلسات 8 درجات غرب على التردد 12688 على الاستقطاب الرأسي وبمعدل الترميز 3000. طبتم وطابت أوقاتكم مستمعي الكرام أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 11 من أبريل عام 2025. وكما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم تتابعون بعد ذلك الجزء الثاني والأخير من موضوع المشهد المضطرب والمستقبل الغامض مع تساعد الأزمة في جنوب السودان ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. الإريتريون يتصدرون قائمة المهاجرين عبر البحر إلى بريطانيا في الربع الأول من العام 2025. في أحدث تقرير لها، منظمة العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم استعباد واغتصاب جماعي ضد النساء والفتيات في السودان. وتركيا والإمارات العربية المتحدة تعقدان اجتماعا تشاوريا ركز على الشؤون الإفريقية. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. ذكر صحيفة التايمز أن الإريتريين يمثلون العدد الأكبر من اللاجئين الذين يعبرون بالقوارب إلى بريطانيا. ووفقا لبيانات وزارة الداخلية والهجرة، عبر نحو 6642 من طالبي اللجوء واللاجئين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة في الأشهر الثلاثة من يناير إلى مارس 2025، وهو ما يعني أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية شكل الإريتريون أكثر من 18% من عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الذين تدفقوا إلى المملكة المتحدة بالقوارب المطاطية. ووفقا لصحيفة التايمز، فإن المهاجرين الأفغان كانوا أكبر عدد من اللاجئين الذين دخلوا المملكة المتحدة العام الماضي، مضيفة أن سبب تزايد المهاجرين الإريتريين يعود إلى تقديم السماسرة والمهربين أسعارا أرخص من السابق. ويعبر معظم اللاجئين وطالب اللجوء إلى بريطانيا بالقوارب المطاطية من السواحل الفرنسية والبلجيكية. وفي العام الماضي لقي 78 شخصا حتفهم، من بينهم نحو 20 إريتريا، عندما غرق قارب مطاطي يحمل المزيد من اللاجئين وطالب اللجوء قبالة سواحل فرنسا. هذا وقدمت بريطانيا وفرنسا عدة مقترحات للحد من تدفق المهاجرين بالقوارب أو الشاحنات، لكن لم يتم تنفيذ أي منها. قالت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير لها أمس الخميس إن قوات الدعم السريع مارست عنفا جنسيا واسعا ضد النساء والفتيات طوال الحرب الأهلية السودانية التي استمرت عامين، وذلك بهدف إذلالهن وفرض السيطرة وتشريد المجتمعات في جميع أنحاء البلاد. ووفقا للتقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية، فإن الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والتي تشمل الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي تشكل جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية. هذا ووثق التقرير تعرض 36 امرأة وفتاة لا يتجاوز أعمارهن 15 عاما للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي على أيدي جنود وقوات الدعم السريع، إلى جانب أشكال أخرى من العنف الجنسي في 4 ولايات سودانية بين أبريل 2023 وأكتوبر 2024، وتشمل الانتهاكات بالإضافة إلى الاغتصاب، الضرب المبرح والتعذيب والقتل. ووصف تقرير المنظمة اعتداءات قوات الدعم السريع على النساء والفتيات السودانيات بأنها مروعة ومنحطة أخلاقيا وتهدف إلى إلحاق أقصى درجات الإذلال. قالت وزارة الخارجية التركية إن تركيا والإمارات عقدتا اجتماعا تشاوريا حول القضايا الإفريقية. وبحث البلدان خلال اللقاء التشاوري الذي عقد في أبو ظبي السبت الماضي القضايا المتعلقة بمنطقة القرن الإفريقي. والتقى الوفد التركي برئاسة نائب وزير الخارجية برهان الدين دوران
مع وفد الإمارات برئاسة الوزير شخبوط بن نهيان آل نهيان لبحث فرص الاستثمار في إفريقيا وعملية الاستقرار الأمني في منطقة القرن الإفريقي والساحل. وعلى هامش الاجتماع التشاور الثاني، وقع نائبا وزيري التجارة في البلدين اتفاقية لزيادة حجم التجارة بين تركيا والإمارات إلى 40 مليار دولار. وكان قد انعقد أول لقاء تشاوري بين البلدين في أكتوبر العام 2023 في تركيا. وقال دبلوماسيون إن قضايا الصومال وأثيوبيا والسودان كانت الأكثر مناقشة خلال الاجتماع. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى ختام النشر الإخباري لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج، نقدم لكم فيما يلي الجزء الثاني والأخير من موضوع بعنوان المشهد المضطرب والمستقبل الغامض مع تصاعد الأزمة في جنوب السودان، للكاتب فاروق حسين أبو ضيف، والذي نشره موقع مجلة قراءات إفريقية في مارس الماضي. نتابع. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى الجزء الثاني من موضوع المشهد المضطرب مع تصاعد الأزمة في جنوب السودان. وكنا قد بينا في الحلقة السابقة في المحورين الأول والثاني أن الأزمة في جنوب السودان هي امتداد للصراعات الاقتصادية والسياسية التي تعود إلى بداية الاستقلال، والتي تمثلت في الانقسامات العرقية والتنافس السياسي والفساد الإداري والمالي والتوتر الذي كان سائدا بين الشمال والجنوب قبل الاستقلال، بالإضافة إلى عدم تفعيل اتفاقية السلام الموقعة عام 2018 بشكل كامل، لا سيما فيما يتعلق بالتوزيع العادل للسلطة بين الطرفين. ثم بعد ذلك الاتهامات المتبادلة حول دعم الميليشيات المسلحة التي كثفت هجماتها على القوات الحكومية في الآونة الأخيرة. ونكمل اليوم من حيث توقفنا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات عند المحور الثالث، التداعيات المحتملة للصراع في جنوب السودان. راديو إرنا. راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوان غازيتنياتا زدالو نتا راديو. يقول الكاتب: شهدت الأوضاع في جنوب السودان تصاعدا ملحوظا في التوترات الداخلية خلال الفترة الأخيرة، مما يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدولة. وتزايدت المخاوف الدولية بشأن امتداد أعمال العنف، لا سيما مع تعثر الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الدائم. ويأتي ذلك في ظل تفاقم النزاعات المسلحة بين الفصائل المختلفة، مما يعكس هشاشة الوضع الأمني وصعوبة التوصل إلى حلول سياسية شاملة. وقد دفع هذا التصعيد العديد من الجهات الدولية والإقليمية إلى التحذير من التداعيات الكارثية المحتملة سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي، إذ من شأن استمرار هذه التوترات أن يفاقم الأزمة الإنسانية ويؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، فضلا عن تعريض اتفاقية السلام السابقة لخطر الانهيار. وفي هذا السياق يمكن رصد أبرز التداعيات الناجمة عن تصاعد التوترات في جنوب السودان، والتي تشمل عدة أبعاد سياسية وأمنية وإنسانية واقتصادية. أولا، تنامي القلق الدولي إزاء زعزعة الاستقرار. تزايدت التحذيرات الدولية بشأن تدهور الأوضاع الأمنية في جنوب السودان، حيث أكدت الأمم المتحدة في بيان حديث أن العنف المتصاعد قد يهدد التقدم المحرز خلال السنوات الماضية في تحقيق السلام. وشددت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على ضرورة التزام القادة السياسيين بمسار المصالحة الوطنية مع تجنب تأجيج الصراعات العرقية والسياسية. كما دعت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية والعمل المشترك لتخفيف حدة التوترات. هذه المخاوف الدولية تعكس قلقا واسع النطاق من أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى تفكك الدولة وزيادة التدخلات الخارجية، مما يجعل الاستقرار السياسي أكثر صعوبة في المستقبل القريب. ثانيا، تصاعد أعمال العنف وتوسع رقعة النزاع. شهدت مناطق عدة في جنوب السودان مواجهات متزايدة بين الفصائل المسلحة،
خاصة في ظل تحركات بعض الميليشيات للسيطرة على مناطق استراتيجية مثل مدينة ملكال التي تعد من المراكز الحضرية الكبرى في البلاد نظرا لتركيبتها السكانية المتنوعة. لذا فإن أي صراع داخلها قد يؤدي إلى اندلاع مواجهات طائفية واسعة النطاق، وهو ما يجعل من الصعوبة احتواء الأزمة. كما أن احتمالية امتداد العنف إلى مناطق أخرى في ولاية أعالي النيل باتت واردة في ظل عدم وضوح مدى قدرة القيادات السياسية مثل نائب الرئيس رياك مشار في السيطرة على الجماعات المسلحة المرتبطة به. في المقابل قد تلجأ القوات الحكومية إلى شن عمليات عسكرية كبرى لاستعادة السيطرة على المناطق التي خرجت عن نفوذها، مما ينذر بمزيد من التصعيد. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الجزء الثاني والأخير من موضوع بعنوان المشهد المضطرب مع تصاعد الأزمة في جنوب السودان، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. ثالثا، تزايد الضغوط الخارجية على الحكومة في جنوب السودان. في ظل تصاعد العنف تعرضت حكومة جنوب السودان لضغوط دولية متزايدة من قبل الدول الكبرى والمؤسسات الإقليمية، حيث أدانت السفارات الغربية بما في ذلك سفارات الولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الأوروبية الهجوم الأخير على مروحية تابعة للأمم المتحدة، وطالبت هذه الجهات القيادة السياسية في جنوب السودان بالتحرك الفوري لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها. كما أصدر الاتحاد الإفريقي بيانا دعا فيه إلى ضرورة احترام اتفاقيات وقف إطلاق النار والبحث عن حلول دبلوماسية فعالة لوقف التصعيد. ويبدو أن هناك تنسيقا متزايدا بين الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد من أجل اتخاذ تدابير جديدة لإجبار الأطراف المتنازعة على العودة إلى طاولة المفاوضات وتفادي انهيار اتفاقية السلام السابقة. رابعا، تهديد استمرارية اتفاق السلام الموقع في عام 2018. يمثل استمرار الصراع خطرا مباشرا على اتفاق السلام الموقع في أديس أبابا عام 2018 بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار، والذي كان يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية التي استمرت منذ العام 2013. وعلى الرغم من أن الاتفاق كان قد نجح في تحقيق بعض التهدئة، فإن تجدد العنف خلال الفترة الأخيرة قد يؤدي إلى انهياره تماما، لا سيما أن الاتفاقات السابقة مثل تلك الموقعة في العام 2015 و2017 لم تنجح في تحقيق الاستقرار المستدام. ومع استمرار التوترات السياسية والعسكرية تزداد المخاوف من أن تفقد عملية السلام زخمها بالكامل، مما يعيد البلاد إلى نقطة الصفر ويدفع نحو جولة جديدة من الحرب الأهلية التي قد تكون أكثر شراسة من سابقتها. خامسا، تفاقم الأزمة الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي. تشير التقارير إلى أن نحو 69% من سكان جنوب السودان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، في ظل ارتفاع معدلات سوء التغذية وتزايد أعداد النازحين داخليا بسبب العنف والفيضانات المتكررة. ومن المتوقع أن يعاني أكثر من 2,000,000 طفل من سوء التغذية الحاد، في حين يواجه عشرات الآلاف من السكان مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي. كما تسببت الفيضانات في نزوح مئات الآلاف من الأشخاص خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالمياه. يضاف إلى ذلك التدفق المستمر للاجئين الفارين من النزاع في السودان، حيث استقبل جنوب السودان منذ أبريل 2023 أكثر من 878 ألف لاجئ، مما يزيد من حدة التنافس على الموارد المحدودة ويؤدي إلى توترات إضافية بين المجتمعات المحلية واللاجئين الجدد. سادسا، تفاقم التدهور الاقتصادي وانهيار العملة. تعتمد حكومة جنوب السودان بشكل شبه كامل على عائدات النفط كمصدر رئيسي للدخل، لكن استمرار الاضطرابات أدى إلى تراجع الإنتاج النفطي بشكل كبير. كما أن الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023 تسببت في إغلاق خطوط أنابيب تصدير النفط، مما أدى إلى خسائر فادحة في الإيرادات الحكومية. في ظل هذه الظروف
باتت الحكومة تواجه صعوبة متزايدة في دفع رواتب الموظفين، بينما يعاني المواطنون من تضخم غير مسبوق أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 95% خلال عام واحد. كما شهدت العملة المحلية انخفاضا حادا في قيمتها، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للسكان وزيادة معدلات الفقر. هذا التدهور الاقتصادي قد يساهم في تصاعد الاحتجاجات الشعبية وزيادة معدلات الجريمة، مما يفاقم حالة عدم الاستقرار في البلاد. سابعا، انعكاسات الأزمة على منطقة القرن الإفريقي. يمثل استمرار الصراع في جنوب السودان عاملا إضافيا لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي التي تشهد بالفعل اضطرابات في عدة دول مثل أثيوبيا والصومال والسودان. ففي أثيوبيا تتزايد المواجهات المسلحة بين الجيش الحكومي وجماعة فانو الأمهرية إلى جانب استمرار الصراع مع جيش تحرير أورومو. أما الصومال فيواجه تحديات أمنية خطيرة بسبب تصاعد هجمات حركة الشباب، بالإضافة إلى التوترات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية. وبالنسبة للسودان فإن النزاع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع أدى إلى حالة من الفوضى العارمة، وهو ما يزيد من احتمال انتقال تداعيات الحرب إلى جنوب السودان. في ظل هذا المشهد الإقليمي المضطرب، يبدو أن الأزمة في جنوب السودان لن تبقى محصورة داخل حدودها، بل قد تمتد تداعياتها إلى الدول المجاورة، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في المنطقة بأكملها. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الجزء الثاني والأخير من موضوع بعنوان المشهد المضطرب مع تصاعد الأزمة في جنوب السودان، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المحور الرابع، ردود الفعل تجاه الصراع في جنوب السودان. مع تصاعد التوترات في جنوب السودان، أثارت الأحداث الأخيرة ردود فعل قوية من المجتمع الدولي والدول الإفريقية، فقد سارعت أوغندا إلى التدخل العسكري لحماية حكومة الرئيس سلفا كير، بينما اتخذت الولايات المتحدة موقفا حذرا محذرة من انهيار السلام. كما عبر الاتحاد الإفريقي عن قلقه العميق داعيا إلى ضبط النفس والحوار السياسي. ويقول الكاتب حول التدخل العسكري الأوغندي لدعم الرئيس سلفا كير: لعبت أوغندا دورا رئيسيا في الأزمة، حيث أرسلت قواتها المسلحة إلى جوبا لدعم الرئيس سلفا كير، وسط تقارير عن محاولة انقلاب بقيادة المبعوث الرئاسي بنجامين بول ميل. وأكد قائد الجيش الأوغندي الجنرال مهوزي كانيرو أن أي تحرك ضد سلفا كير سيعتبر تهديدا مباشرا لأوغندا. ويعكس هذا التدخل الأوغندي الأهمية الاستراتيجية لجنوب السودان بالنسبة لأوغندا، التي تخشى أن يؤدي سقوط حكومة سلفا كير إلى حالة من الفوضى الإقليمية قد تؤثر على مصالحها الأمنية والاقتصادية. وعن دور الولايات المتحدة الأمريكية يقول الكاتب: اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية موقفا أكثر تحفظا، حيث أمرت وزارة الخارجية بسحب موظفيها غير الأساسيين من جنوب السودان بسبب تصاعد العنف. وأكدت واشنطن أن استمرار القتال بين الفصائل المتناحرة يهدد الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن الانتشار الواسع للأسلحة يزيد من خطورة الوضع. كما دعت جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، محذرة من أن انهيار عملية السلام سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ويعرض مستقبل البلاد للخطر. كما أعرب الاتحاد الإفريقي عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في جنوب السودان، محذرا من تداعياته السلبية على جهود السلام. وأدان الهجمات الأخيرة، خاصة استهداف المروحية التابعة للأمم المتحدة، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحماية المدنيين. كما شدد الاتحاد الإفريقي على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار، وطالب بإطلاق حوار وطني شامل لإنهاء النزاع وضمان الاستقرار في البلاد، مؤكدا استعداده لدعم جهود الوساطة بين الأطراف المتسارعة. كما دعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيجاد إلى الإفراج الفوري عن رياك مشار وحلفائه المعتقلين، محذرة من أن احتجازهم يهدد اتفاق السلام في جنوب السودان. وأكدت في بيانها عقب قمة طارئة ضرورة تقديم أدلة قانونية شفافة إذا استمرت الاعتقالات. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات
تتابعون الجزء الثاني والأخير من موضوع بعنوان المشهد المضطرب مع تصاعد الأزمة في جنوب السودان، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. المحور الخامس: السيناريوهات المحتملة. مع استمرار التوترات في جنوب السودان، يمكن استشراف عدد من السيناريوهات المحتملة لمسار الأزمة خلال الأشهر والسنوات المقبلة بناء على العوامل السياسية والأمنية والاقتصادية المتداخلة. وفيما يلي أبرز السيناريوهات الممكنة: أولا، سيناريو التصعيد نحو حرب أهلية. إذا استمرت المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية والميليشيات المعارضة مع تصاعد عمليات الاعتقال والاستهداف السياسي، فمن المرجح أن تنزلق البلاد إلى جولة جديدة من الحرب الأهلية. وهذا السيناريو يتضمن: 1. تفكيك حكومة الوحدة الوطنية بسبب الخلافات بين الرئيس الفاكر ونائبه رياك مشار. 2. انتشار القتال إلى مناطق جديدة مما يؤدي إلى موجات نزوح واسعة النطاق. 3. احتمال تدخل قوى إقليمية سواء بدعم أحد الأطراف أو لوقف الصراع مما قد يعقد المشهد أكثر. 4. انهيار اتفاق السلام الموقع في عام 2018 بشكل كامل مع فقدان أي أمل في استعادة الاستقرار السياسي تقريبا. ثانيا، سيناريو التسوية السياسية المشروطة. قد تتدخل القوى الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بشكل أكثر فاعلية للضغط على الأطراف المتنازعة من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. ويشمل هذا السيناريو: 1. تقديم تنازلات سياسية من الطرفين مثل إعادة توزيع المناصب الحكومية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. 2. تسريع تنفيذ البنود العالقة في اتفاق السلام خصوصا ما يتعلق بتوحيد الجيش. 3. إشراك أطراف جديدة في عملية السلام لضمان عدم هيمنة طرف واحد على السلطة. 4. دعم اقتصادي دولي مشروط بإنهاء النزاع للمساهمة في تخفيف الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. ثالثا، سيناريو التدخل الإقليمي وتحويل جنوب السودان إلى ساحة صراع بالوكالة. نظرا لتعقيدات الصراع في السودان المجاور، هنالك احتمال أن يتحول جنوب السودان إلى ساحة مواجهة غير مباشرة بين أطراف إقليمية متنافسة مثل: 1. دعم السودان لميليشيات معينة داخل جنوب السودان بهدف الضغط على الحكومة. 2. تدخل أوغندا أو كينيا لحماية مصالحهما السياسية والاقتصادية. 3. احتمال دخول ميليشيات إقليمية في النزاع مما قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى الأمنية. 4. تعطيل خطط الانتخابات المقررة في العام 2026 بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار. 4. سيناريو التراجع التدريجي في حدة الصراع. في هذا السيناريو قد يؤدي الضغط الدولي إلى جانب الإرهاق في الحرب إلى تراجع تدريجي في حدة النزاع عبر الوصول إلى هدنة مؤقتة تسمح بإعادة ترتيب الأوضاع السياسية وتقديم حوافز اقتصادية للأطراف المتنازعة لإغرائها بعدم العودة إلى القتال، وتعزيز دور بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لمنع المزيد من الانتهاكات. 5. سيناريو الفوضى والانهيار الكامل للدولة. إذا لم يتم احتواء الأزمة فقد يؤدي ذلك إلى سيناريو كارثي يشمل: أولا، تفكك الحكومة بشكل نهائي ودخول البلاد في حالة فوضى سياسية وأمنية. ثانيا، تصاعد عمليات العنف العرقي مما قد يؤدي إلى جرائم إبادة جماعية جديدة. ثالثا، انهيار الاقتصاد بالكامل مع هروب الاستثمارات وتوقف إنتاج النفط مما قد يدفع البلاد إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة. وختاما، وفي ظل التصعيد المستمر في جنوب السودان، تتزايد المخاوف من أن البلاد تسير نحو مرحلة جديدة من عدم الاستقرار مما يهدد بنسف كافة الجهود التي بذلت لتحقيق السلام منذ العام 2018. فالتوترات السياسية بين الرئيس الفاكر ونائبه رياك مشار إلى جانب التدخلات الإقليمية والانقسامات العرقية العميقة تجعل من الصعب تصور حل سريع للأزمة. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية المؤجلة إلى عام 2026 تبدو فرص التوافق الوطني ضئيلة، خاصة في ظل الانقسامات المتزايدة داخل الجيش والاعتقالات التي طالت قيادات المعارضة. وعلى المستوى الإنساني يتفاقم الوضع مع استمرار النزوح الجماعي وارتفاع معدلات الفقر
والتدهور الاقتصادي الذي أدى إلى انهيار العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما أن تأثيرات الحرب في السودان المجاور تلقي بظلالها على جنوب السودان مما يزيد من تعقيد الأزمة. وبالرغم من الضغوط الدولية لا تزال عملية السلام تواجه عراقيل كبيرة قد تؤدي إلى انهيار الاتفاقات السابقة. وفي ظل هذه المعطيات يبقى السؤال الأبرز: هل يتمكن جنوب السودان من تفادي العودة إلى دائرة الحرب الأهلية، أم أن المصالح الضيقة والانقسامات العرقية ستظل تحكم المشهد السياسي مما يجعله رهينة لصراعات لا نهاية لها؟ هذا ما ستكشفه لنا الأيام مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، والأيام دوما حبلى بالمفاجآت. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. الإريتريون يتصدرون قائمة المهاجرين عبر البحر إلى بريطانيا في الربع الأول من العام 2025. في أحدث تقرير لها منظمة العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم استعباد واغتصاب جماعي ضد النساء والفتيات في السودان. وتركيا والإمارات العربية المتحدة تعقدان اجتماعا تشاوريا ركز على الشؤون الإفريقية. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.